السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من سوالف التحرير بعد التحرير مباشرة، يعني صارت أحداث كثيرة تضحك. يعني سوالف التحرير فيها المحزن المبكي، فيها المضحك، وسوالف واجد تضحك، أحداث كثيرة جدا. هذا طال عمركم يسولف لي واحد من الربع، يقول هو له علاقة بالمقاومة في الغزو. يقول واحد من الربع مسكوه العراقيين مقاومة، يقول حنا فقدناه. يقول ما درينا بعد فترة ولا جاينا طالع لنا فجأة، وينك يا فلان انت وكذا. قال والله انا مسكوني العراقيين، طقوني الطق وحققوا معاي وكذا وبهذلوني، عسى ما اعترفت بشيء، عسى. قال لا، ما مسكوا علي شيء وهدوه، ملوا منه وهدوه. المهم قال ايش سووا لك؟ قال والله يا ولد قاموا يعذبوني كل يوم، يطقوني. يقول تعذيبهم طق سياط وبقسات وكذا بس، ما يعني يستخدموا مع اشياء ثانية. انت مقاومة، انت ما ادري شنو، من هو ربعك، من هو كذا. يقول ما قضبتهم شيء، الرجال تحمل الطق والتعذيب. المهم يقول ذاك اليوم اخر يوم التحقيق، يقول ويسطروني طراقات وطق وبقسات ورفس وكذا. يقول لما حتى اغمي علي، يقول اغمي علي. يقول وعيت بعد، ما يدري وش كثر الفترة اغمي عليه، بس يقول وعيت صحصحت يعني. يقول لما وعيت ولا انا مكفن كفن كامل ما عدا وجهي. يقول ما عدا عيوني، وجهي وعيوني. يقول اشوف، يقول يوم فتحت عيوني حسيت يعني بالحياة. يقول اعتقدت اني ميت. يقول يوم فتحت عيوني ولا انا مكفن مربط، ما اقدر احرك جسمي. يقول ولا في اضاءة خفيفة، ما في ليتات بس في نور خفيف. يقول ولا اسمع صوت عند راسي خلف راسي. يقول انا مطقوق طق، ما اقدر، ميت تعبان، ما اقدر اتحرك. يقول ولا فيه صوت من خلف راسي، هو حاطينه على طاولة سرير، نفس السرير. يقول ولا اسمع صوت من الخلف، سيدة من ربك. يقول انا قلبي وقف، حسبالي الملائكة قاعد تسألني بالقبر من ربك. يقول كان ارد عليه بخوف، قلت ربي الله. ما دينك؟ قلت دين الاسلام. يقول انا بتحرك مكفن، يدي مكتفة ما اقدر، كفن. من نبيك وما النبي الذي بعث فيكم؟ يقول كان اقول نبي محمد عليه الصلاة والسلام. يقول كان يقول بلكنة عراقية يابا شنو اسامي ربعك بالمقاومة؟ يقول اني انا عرفت اني حي. يقول العراقيين يابا شنو اسامي ربعك بالمقاومة؟ يقول كان اسكت، قلت اي مقاومة اي؟ قالوا قم يابا، قم يابا، انك انت ما منك فايدة. يقول كانوا يشيلوني يقطوني بالارض قط ويفكون الكفن. يقول ولا مكفنيني وشغلين شموع، القصة هذه رفيج الشخص نفسه رواها لي انا شخصيا. ف مع الايام اسأله كذا، ولا مسوينها مع ناس واجد العراقيين شياطين. مسوينها مع ناس واجد. هذه حادثة ومتواترة، يعني ناس واجد صايرة معاهم هذه. لما سألت وكذا، هذه من حركات العراقيين.
الشغلة الثانية، قاعد عند شباب أنا بالتحرير، وفي واحد خال أسمر مطوع، تمام. بس عند لكم دقيقة بس. ولا في خال بالديوانية اللي أنا قاعد فيها يسولف، قال له واحد من الربع: يا فلان تكفى الله يرحم والديك. سولف لنا سالفة حمزة. قال: يا معود فكنا من سالفة حمزة، فكنا. قال: تكفى الله يرحم بطن جابك. سولف لنا سالفة حمزة. هذه أنا قاعد عليها، أنا قاعد على السالفة هذه. المهم بس دقيقة. كان يقول حنا في الغزو، يقول أنا مار ولا سيطرة نقطة تفتيش عراقية. السلام عليكم. قال: عليك السلام. تفضل هويتي. قال: لا يابا، يا هوية يا بطيخ. لا حبيبي، انت ما تفوت، ما تعبر. قال: ليش؟ عسى ما شر. قال: يابا انت كات الحمزة. يقول: هو قال لي كات الحمزة. يقول: اقسم بالله قلبي طاح ببطني وعظامي ما تحرك. عراقيين ما عندهم ما عندهم بيع برد، ما عندهم لعب جهال. انت كات الحمزة يعني يذبحونك. كات الواحد اسمه حمزة. يقول: كان اقول له: يا ابن الحلال، اي حمزة؟ والله ما اعرف احد اسمه حمزة، اقسم بالله. كان يقول: لا يابا انت كات الحمزة، اعرفك انا. يقول: هو قال لي عرفك. يقول: يا ورحت فيها. يا ابن الحلال اقسم بالله انا وين الكتل، انا ما اعرف احد اسمه حمزة ولا قال: لا يابا انت كات الحمزة. يقول: واقعد اترجى: يا الطيب الله يرحم والديك. يقول: شوي وابكي. يقول: يرحم والديك والله ما قتلت حمزة. قال: لا يابا انت اللي كات الحمزة. انزل من السيارة، انزل. يقول: حط الكلاش على راسي. انزل من السيارة. يقول: وافتح الباب بنزل. كان يقول: سكر الباب خليك بالسيارة. يقول: كان اسكر الباب. يقول: سبقني خربطني ما اعرف شو اسوي. يقول: كان اسكر الباب. يقول: حط الكلاش علي. كان يقول: فلان. يقول: كان يطلع رفيجه هذا اللي معاه بالتفتيش، غرفة صغيرة عندهم. كان يقول: نعم. كان يقول: لك تعال. قال: نعم. قال: ولك تعال، هاي كضيته اللي قتل حمزة. يقول: كان يجي العراقي الثاني ركض. المهم يقول: يوم جاء وقف عندي كان يطالعني، كان يقول: ايه عرفه، هاي هو اللي قتل حمزة. يقول: هني انا خلاص. يقول: ودعت اهلي. قلت: والله ما عاد اشوف اهلي مدى الحياة، خلاص الحين بينزلوني ويذبحوني. يقول: كان اقول له: يا الطيب انت بعد انت الثاني، ايش فيكم علي؟ يبا والله العظيم ما اعرف حمزة، اقسم بالله. كان يقول الثاني: لا اعرفك انا، انت اللي قتلت حمزة. يقول: يوم شافوني خلاص ابي ابكي. يقول: كان يقول الاول: يابا. قلت له: قال: يابا نتشاقى وياك، يعني نمزح معاك يعني. كان يقول: شنو؟ قال: نتشاقى وياك يابا. يقول: كان اسكت. كان يقول: يابا هاي احنا شايفين فيلم ما ادري شنو، شايفين فيديو فيلم هذا اللي قاتل حمزة رضي الله عنه، اسمر. فقطاه براس الخال هذا. يقول: والله يا جماعة شوفوا الشياطين العراقيين، يابا احنا امس شايفين فيديو ما ادري قال له فيلم ما ادري شنو، قصة اللي ذبح حمزة رضي الله عنه. فقطاه براس
هذا المسكين قال له يابا روح 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 روح، يقول وحرك، يقول اقسم بالله استغفر الله، يقول يمكن شهر ما طلعت من البيت. هذه واحدة من السوالف. السالفة الثالثة، قاعد انا عند الربع بديوانية، هذه كلها بالتحرير يعني اول ايام التحرير، ولا داشين علينا اثنين من الربع ميتين من الضحك. كاك ايش فيكم؟ عسى ما شاء الله. قال يا ابن الحلال رحنا للديرة شارع فهد السالم نتمشى نبي نشوف الديرة، طبعا المحلات مسكرة والدنيا عبسة. يقول قدامنا ولا كويتي تحادد ويا امريكي همر جيب عسكري، يقول يتحادد وياه حده ما حده. المهم كان الكويتي يصفط الامريكي غصب، عسكري كان يصفطه غصب، اصفط اصفط. يقول قدامنا، يقول احنا صفطنا ورا الامريكي، عرفنا ان الكويتي هذا خبل بيتهاوش ويا الامريكي. يقول والله كان ننزل، الكويتي نزل وراح حق الامريكي، الامريكي فتح بابه ونزل. يقول ولا مصك الامريكي حمر عسكري. يقول الكويتي، يقول شايب وقتها، شايب يعني على كلامه عمره 60 سنة. يقول حنا الكويتي راح للامريكي وحنا جينا الامريكي من ورا على اساس نبي نفارق وكذا، نبي نقول حق الكويتي معود انت لا تسوي لنفسك مشكلة روح. يقول ولا الكويتي يوم وصل الامريكي، يقول كان يقعد يطامر الكويتي بمكانه، كمان بوي كمان بوي، يسوي نفس طريقة الملاكمة يعني. يقول حنا شفناه سوى، يقول الامريكي ساكت وقاعد يطالعه. يقول اقسم بالله الامريكي لو يرص اطراق بس ليتوفى الكويتي، مصك وهذاك شايب. يقول شايب غتره ودشداشه وعقال ويطامر بالشارع. يقول له كمان بوي، متاثر في الافلام الامريكيه، كمان بوي يسوي نفس الملاكمه رافع يديه، كمان بوي كمان بوي كمان بوي. يقول يلاكم بالهواء. يقول كان نجي احنا اثنين، يقول كان الامريكي ما تحرك يقول ما تحرك. يقول كان نجي احنا اثنين كان نفسي، قلت يا معود انت اي كمان هدني عليه، هدوني عليه. قال اي كمان بوي اي بطيخ هدوني عليه، انت ما رحت له بس قاعد طامر قدامه. يقول ركب سيارته ويحرك الكويتي وجايين ميتين من الضحك. هذه من الاحداث الظريفه اللي حصلت في الغزو، وفي سوالف واجد بس انا والله ما اذكر.